في الستينات بدأت بعض الحكومات خاصة في السويد والولايات المتحدة الأمريكية في إصدار تشريعات بتلزم الشركات بتطبيق معايير أمان أولية زي أحزمة الأمان اللي بقت إلزامية بعد كده، وزي الزجاج الأمامي الآمن اللي لما بيحصل تصادم مش بيتحول لشظايا تدخل في جسم الركاب، لكن بيبقى في طبقة بلاستيك شفافة بتمسك كل قطع الزجاج وتمنعها من الانتشار عند الكسر، وكمان مقابض وعجلة القيادة اللي تبقى مصممة لامتصاص الصدمات. في المرحلة دي كان دور الحكومات اللي هو القرار الإلزامي هو المحرك الأساسي، مدعوم طبعا بقرارات أخلاقية من شركات رائدة زي فولفو. المرحلة الثانية كانت أنظمة أمان لمنع الحوادث، ودي كانت من السبعينات للتسعينات. هنا بقى بدأ التطور التكنولوجي يلعب دور أكبر، وبدأت الشركات كلها تطور أبحاثها عشان تعمل أنظمة تمنع الحوادث من الأساس. 1978 ظهر أول نظام مانع انغلاق المكابح اللي هو الاي بي اس. الكلام ده ظهر في عربيات مرسيدس بنز الاس كلاس بعد تطويره في صناعة الطيران، وده كان تطور تكنولوجي بحت وانتشر كتجهيز فاخر، وبعد كده اصبح قياسي، يعني موجود في كل الفئات الرخيصه قبل الغاليه. 1995 نفس الشركه مرسيدس بتطرح اول نظام ثبات الكتروني الاي اس بي في عربياتها مره تانية، وده كان تطور تكنولوجي من شركه رائده لتمييز منتجاتها. في منتصف التسعينات بدا انتشار وسائد الهواء الايرباجز، بعد ما اثبتت فعاليتها اتحولت من تجهيز فاخر في العربيات الغاليه بس الى الزامي بقرار حكومي في معظم دول العالم زي الولايات المتحده الامريكيه سنه 1998. يعني الموضوع جه ازاي؟ في المرحله دي اولا سيطر التطور التكنولوجي والمنافسه بين الشركات الالمانيه واليابانيه بشكل اساسي لطرح انظمه جديده، وبعد كده التطور ده اصبح حق اصيل بقرارات حكوميه الزاميه من الدول لتطبيق الانظمه دي بعد ثبوت فعاليتها.